ازيكم يا جيمر؟ عاملين ايه يا ملوك جي تي ايه؟ النهارده الحلقه الجديده هتكون عن لعبه. هسيبكم تفكروا 3 ثواني، بعد كده قولوا لي اللعبه هتكون ايه. يلا نبدا. اللعبه اللي معانا النهارده هي لعبه جي تي ايه سان اندريس، واللي عارفها من الاول يبقى اسطوره من الاساطير. فيلا بينا ندخل في الفيديو، بس قبل ما نكمل عايزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تعمل لايك ومتابعه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انتوا هنا في قناه حكايه جيمر، ويلا بينا فلنبدا. اللعبة هنا زي ما عودتنا شركة روك ستار جيمز، واللي ما يعرفش روك ستار جيمز فدي الشركة اللي بتذلنا كل مرة قبل ما تنزل لعبة جديدة. عندك آخر مثال لعبة جي تي اي 6. اللعبة دي المفروض تنزل في 2025، رجعوا أجلوها لأول سنة 2026، راحوا رجعوا تاني أجلوها لآخر سنة 2026. هقعد شهر اه يمكن اكتر. حلو. لسه بفكر. تمام. هقعد سنة اه يمكن اكتر. لسه بفكر. هقعد سنتين يمكن اكتر. لسه بفكر. نرجع للعبة. اللعبة دي نزلت بسسبنس غريب شوية. اللعبة دي زي باقي لعب روك ستار جيمز، أحداث اللعبة بتبتدي قبل ما تلعب اللعبة نفسها. فبنشوف قبل أحداث اللعبة واحد اسمه سي جي. After 5 years on the East Coast. الراجل ده أمه ماتت بسبب العصابات، وفي العصابات هنا أنا عايز أتكلم شوية. أولا اللعبة دي في مدينة لوس سانتوس، وهناك في عصابات كتير، بس زي ما انت عارف يا صديقي كل حاجة ليها عكسها. الخير عكسه الشر، المية عكسها النار، النور الظلام، الأبيض وأسود، شمس وقمر، أحمد وأحمد، وهكذا. ده انت بتستظرف يا ابن الظريفة. المهم المدينة بقى بتتقسم لعصابتين. العصابة الأولى اسمها جروف ستريت، والعصابة التانية اسمها البالاس أو الزرازير. لسه الكازيون اهو، اللي عايز يقول حاجة يقولها. المهم العصابتين دول هما الدولة، وزي أي فيلم عربي قديم فبتتقسم لحاجتين، خير وشر. وعشان ما تتوهش وسط العصابات، عصابة الجروف دول الطيبين، وعصابة البالاس أو الزرازير، بس خليها البالاس، دول الأشرار. الغرض من عصابة البالاس يعملوا شر في المدينة، يسرقوا ويقتلوا وينصبوا ويزنوا ويبيعوا مخدرات، عكس عصابة الجروف اللي الغرض منهم يحاربوا كل ده، يمنعوا السرقة وبيع المخدرات ويبطلوا يزنوا وهكذا. وبكده تكون عرفت دول مين والمدينة كلها عبارة عن ايه. هو في عصابات كتير بس دول أهمهم. المهم فجي في يوم عصابة الجروف ستريت عملت حملة على البالاس. فجر يا حبيبي، فجر. طبعا البالاس تسكت ازاي؟ راحت هما كمان عملوا حملة على الجروف في منطقتهم كمان وعلموا عليهم. من ضمن بقى اللي البالاس عملوه انهم ضربوا نار على بيت سي جي. نيجي بقى لشخصيات اللعبة. اول شخصية معانا هو سي جي، وده بطل اللعبة اللي انت كجيمر بتلعب بيه. تاني واحد اخوه سويت، وده الراس الكبيرة زي كده بالظبط، ده زعيم عصابة الجروب واللي اتعمل عليه الحملة. تالت ورابع شخصية وانا شخصيا بكرههم لانهم بيمثلوا الخيانة الحقيقية في اللعبة، هما بيج سموك وسيزر. وهتعرف هما خاينين ليه في اللعبة. المهم الشخصية الأخيرة واللي ملهاش لازمة هي أخت سي جي، اسمها كندر أو سندر أو يا بوحة، ساعتك بتكلمني؟ ما بكلم مين؟ بكلمك انت طبعا. مش متأكد من المعلومة دي بس مش مهم. المهم هي متجوزة واحد اسمه انا حشماوي القرد الشرس. الاتنين دول ملهمش لازمة، بس حبيت أعرفكم بالعيلة الكريمة. انت عيل بيضان. المهم في خلال الحملة من البالس اللي اتكلمنا عنها قتلوا أم سي جي. الست دي امي شقيانة طول عمرها، على طول شايلة همي وانا اخد صبرها. ماما يا ماما، مامي ماما مامي. هتقولي ثانية واحدة، فين سي جي من الموضوع من الكلام ده كله؟ هقولك معرفش. انت جاي تهزر؟ هي ناقصاك غور غور. هو سافر امريكا لظروف لا يعلمها الا الله، بس اللي انا متاكد منه ان اخوه سويت طرده من البيت. المهم جه لسي جي خبر وفاة امه. ماما. ونيجي بقى لاحداث اللعبه اللي فيها بنشوف سي جي في المطار. طبعا انت عمرك ما شفت غير الحته دي وبتعمل سكرول عليها. انا بقى جاي احكي عنها بالتفصيل. عجبك اهلا وسهلا، ما عجبك في 600 داهية. بنشوف في المطار وهو بياخد الشنطة من الست في لوس سانتوس، وبياخد تاكسي، وهو ماشي في التاكسي بيلاقي عربية حكومة ماشية وراه وعايزة توقفه.
فالسي جي بيقف وبينزل من العربية، والشرطة دول اسمهم الشرطة الفاسدة. كده انت فهمت بيعملوا ايه؟ من الاخر يعني زيهم زي عصابة البلس بس ليهم سلطة بقى. فبيفتشوا السي جي وبياخدوا كل اللي معاه وبيسيبوه بس بفلنته. بلاشاني عشان انا بضرب بوداني. المهم السي جي بيروح على البيت بتاعه اللي امه كانت عايشة فيه وماتت فيه. المهم بيفضل يدور بقى في الصور ويبص على الصور، فبيدخل عليه بيج سموك وهو ماسك يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. سي جي بيحاول يفهم بيج سموك ان هو سي جي. فالمهم بيحضنوا بعض وبيفهم من بيج سموك ازاي امه ماتت. فبيحاول يفهم يعني ازاي امه ماتت من بيج سموك. فبيج سموك بيقول له مفيش وقت، تعالى معايا، وركب له عربيه. وبيج سموك اخد سي جي في المدافن. يا ابني احترم نفسك بقى. لا انت فهمت ايه؟ اخدوا لاخوه واخته عشان يدفنوا امه في المدافن. صدق انت عارف. اسلك من جوه يا اسطى. المهم سويت بيتخانق مع سي جي وبيقول له ايه جيت ليه؟ انا مش طاردك من البيت؟ ايه جاي تاخد عز امك دلوقتي؟ انت مال امك انت مالك، وانت مال شكلك، وانت مال اهلك، انت مالك انت. واخته بتقول له اتكلم كويس مع اخوك الصغير، ما ينفعش كده، وبتسيبهم وتمشي. الف سلامه. سلامه يا حبيبي. سلام يا معلم. ابو تقل دم امك، محبوش الواد ده. وسويت بيروح يزعق معاه وبس كده. لو عجبك الفيديو ممكن نعمل سلسلة عنها، نبقى نكمل الحلقة التانية. بس اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كنتم مع معد الحلقة صالح علي او صالح الجن زي ما تحب يا صديقي، وفي قناة حكاية جيمر. والسلام عليكم ورحمة الله.